انا عارف انك داخل على امتحانات ومش عارف تعمل ايه. تحاول تذاكر وتلم من هنا ومن هنا ومن هنا، بس بتنسى. لو ده حالك يبقى الفيديو ده معمول عشانك. النهارده هقولك ازاي تذاكر بذكاء وتفضل فاكر المعلومه كانك لسه حافظها او لسه فاهمها دلوقتي. ركز معايا. بس انت عارف ده دلوقتي وقت ايه؟ وقت الانترو. هتشوف الانترو وتجيلي مره تانية. ويا مساء الفل افري بودي، معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم يا شباب ويا بنات في فيديو جديد. خليني اقول لك ان في 3 مشاكل اساسيه بتقابل سيادتك. مش عارف ابدا منين والم الماده ازاي او ابدا منين اصلا. بزهق بسرعه وبنسى اللي انا بذاكره. يعني انا حتى لو عرفت ببدا منين وذاكرت بنسى اللي انا ذاكرته. خليني بس اطمنك هنا واقول لك طمني كيف بس ان انت مش لوحدك، احنا كتير. خليني بس اقول لك ان بعد سنين كتيره قوي من الخبره والمذاكره، لان انا لسه بذاكر لغايه وقتنا هذا، فانا مش جاي لك من زمان، يعني انا جاي لك كمان من دلوقتي. في خطوه انت لازم تعملها قبل اي نوع من انواع المذاكره وما تقلش اهميه ابدا على المذاكره نفسها، وهي البلاننج او التخطيط. اذا انا محتاج اخطط اصلا قبل ما ابدا مذاكره. يا معلم، انت لو ما بتخططش هتحس نفسك عايم ومش عارف تلم الدنيا منين، مش عارف تبدا امتى وتخش على امتى، بما فيها البريكس بتاعتك. يعني لو ما حطيتش في البلان بتاعتك وقت للبريك بتاعتك وانك تهاف فن في البلان، ناقصه حاجه. فاول حاجه هنعملها هي التخطيط. المكان بتاعك محتاج يكون هادي ومريح نفسيا ونظريا وبصريا. موبايلك معمول صامت لو اصلا مش هيبقى بره الاوضه. يعني جدول مذاكره بسيط مش معقد ومرتبط ببعض. يعني تبقى حاطط الماده دي هتذاكر الجزء ده وبعدها الماده دي هذاكر الجزء ده، فتبقى محدد بالظبط القدر اللي انت محتاج تذاكره. لان خليني اقول لك على تريك هنا كده. انت لما بتحط قدامك تارجت كبير مره واحده هتحس ان هو كبير مش عارف تلمه، ولكن لما تحط تارجت اوبجكتيفز بنسميها في الماركتنج وفي البيزنس اوبجكتيفز، تحطها صغننه كده، مع كل واحد بتحس ان فيها اتشيفمنت وفي تقدم، فتحس انك بتوصل من غير ما تحس. وعايز اقول لك هنا نصيحه شخصيه، ابدا بالحاجات اللطيفه الخفيفه على قلبك، لان احنا كلنا عارفين ومتفقين ان في مواد احنا قلبنا رايح لها وبنحبها، وفي مواد ما بتبقاش لطيفه قوي، بتبقى تقيله شويه على قلوبنا. فابدا دايما بالحاجه اللطيفه اللي انت عايز تذاكرها، لان دي هتفتح نفسك على القعده نفسها. خلينا بقى نخش على الجزء الثاني بعد ما اتكلمنا على البلاننج، واللي هو هيعتمد اكتر وهنتكلم فيه على التكنيكس او الاساليب اللي ممكن تنجح معاك. وخليني اكد عليك ان دي اساليب مش شرط تمشي مع الناس كلها، ولكن لو انت حضرتك عايم في بحر انت مش عارف اوله من اخره، فما فيهاش مشكله خالص انك تجرب. ما تجرب يا اخي، ما تجرب. اول حاجه الفهم قبل الحفظ. انا عارف ان معظم المواد بتاعه المدارس والجامعات ممكن تعتمد على الحفظ اكتر، ولكن انا عايز اقول لك مش كل الدكاتره والمدرسين او اللي بيصححوا الامتحانات بشكل عام بيبقوا عايزين يشوفوا الكلام بتاعك مكتوب عن ظهر قلب زي ما كان مكتوب في كتاب بالظبط او الملازم. هو عايز يشوف نفس الاجابه، نفس التارجت، كانها ميشن ووصلنا لنتيجه واحده، الا في بعض المواد وبعض الاستثناءات. مهما كان الماده اللي انت بتذاكرها ومهما كان بتعتمد على الحفظ، فده مش معناه ان انت محتاج تعتمد على الحفظ معاها فقط. حط لها سيستم للفهم قبل ما تحفظ، وحدد النقط اللي انت هتحفظها بالظبط. ده ممكن تقدر تعمله عن طريق ايه؟ عن طريق تاني خطوه هنعملها هنا، وهي المايند مابينج. والمايند مابينج دي ما هي الا شويه خريطه كده انت بتحطها جوه دماغك وبتخليها قدامك فيجوالي بشكل مرئي قدامك. من ضمن الحاجات اللي بندرسها في البرزنتيشن سكيلز، في السوفت سكيلز، يعني ان انت لما تيجي تكلم الاودينس بتاعك حاول تخلي كل النقط اللي انت بتتكلم فيها مختصره في 3 نقاط اساسيين وبينزل منها نقاط فرعيه، لان العقل البشري صعب جدا عليه ان هو يفتكر نقاط كتيره جدا او نقط كتيره جدا. فحاول المايند ماب بتاعتك لما تيجي تعملها تخلي الجزء اللي انت هتذاكره ده متلخص في 3 نقط اساسيين وطالع منهم نقط فرعيه. طيب خلاص، خططت وبعد كده بدات افهم قبل ما احفظ وعملت مايند مابينج وبدات فعلا مذاكره. اقول لك بقى على تريكايه كده هتفرق معاك كتير قوي. اشرح اللي انت بتذاكره. يعني عارف لو جبت حد من اخواتك كده قلت له انا هقعدك دلوقتي واشرح لك حاجه هتفيدك، واقعد اشرح له، او لم زمايلك اللي معاك في الدفعه او اللي معاك في الفصل وابدا ان انت اشرح لهم اللي انت بتذاكره ده. ثالث واخر حاجه في الجزئيه دي وهي حاجه اسمها اكتيف ريكول. الاكتيف ريكول ان انت بعد خلاص انت ذاكرت جزء معين بتقفل بتخلص المذاكره بتاعتك، بعد كده بتقول هو انا كنت بذاكر ايه دلوقتي، وتبتدي تكرر كده مع نفسك اللي انت ذاكرته بينك وبين نفسك من غير ما تكون باصص على الحاجه اللي انت كنت بتذاكر منها. ده بيساعد مخك اكتر كمان ان الحاجه ايه تثبت معاك. دي الخطه بتاعتك اللي انت محتاج تحطها لنفسك. لان خليني اقول لك واؤكد عليك الجزئيه دي، ان انت التخطيط هنا قبل المذاكره اهم بكتير قوي ولا يقل اهميه ابدا عن المذاكره نفسها. فزي ما تخطط المذاكره بتاعتك وتحدد بالظبط انت هتذاكر ايه النهارده، كمان خطط البريكس بتاعتك لو هتلعب. يعني مش شرط ان انت في وقت امتحانات ان انت ما تلعبش. والله العظيم يا عم انا اعرف ناس يبقى بيلعب جيم يقفله ويروح الامتحان يأدي ويرجع تاني.
اصل الراجل اللي ورا الكاميرا من الناس اللي بتعمل كده. عايز بقى اقول لك على شويه ثوتس كده او شويه افكار عامه، يعني ما لهاش دعوه بخطه، ولكن برضو خليها في الحسبان عندك في البلان بتاعتك. خلي في وقت كده دايما اللي بعد المذاكره على طول بتاع حل الاسئله، حتى لو مفيش تمبلت انت شغال منها او مفيش حاجه مجهزه بالاسئله، اعمل انت الاسئله بتاعت الحاجه اللي انت كنت بتذاكرها. وده اللي بنسميه في التريننج الابلكيشن او الانبوت بتاعك، ان انت بتاكد على اللي انت كنت لسه بتذاكره. تاني حاجه هنا عايز اقولها لك ان انت ما تكدسش الجدول بتاعك، يعني ما تحطش حاجات كتيره قوي تذاكرها في نفس اليوم الواحد زياده عن اللزوم. انا من مدرسه الكواليتي اوفر كوانتيتي، بمعنى ان انت لو عندك 10 دروس، لا معلش انا هذاكر درس واحد بس هذاكره صح وهطبق عليه صح، بحيث ان انا ما اضطرش ان انا حتى راجع عليه تاني يوم. فهتلاقي نفسك بعد 10 ايام انت معاك كواليتي من الانفو حلوه جدا جوه دماغك، مجرد بس ما تراجع عليهم اليوم ال11 كلهم مره واحده هتلاقي نفسك انك فاكر كل حاجه ان شاء الله. من ضمن الحاجات بقى اللي هتساعدك ان انت تفوكس على الكواليتي اوفر كوانتيتي هي انك تحل اسئله كتيره زي ما اتكلمنا. خلي عدد المعلومات اللي داخله دماغك قليل ولكن التطبيق اكتر بكتير جدا. وانا عايز اقول لك ان دي من ضمن الميثودولوجي اللي احنا شغالين بيها حتى في جيت واي انجلش كوميونتي. احنا بنعلم الناس بالانجلش بالشكل ده، كم الانفو قليل بس التطبيق والتريننج كتير جدا عليه. فانا مش بكلمك في مجرد نظريه غير موجوده، لا هي موجوده مطبقه بقالها سنين. اللي اقول لك برضو عليه بعد كده انك حاول تظبط نومك. يعني فكره انك وقت الامتحانات او وقت المذاكره الشديد اللي فيه ضغط انك تنام في اليوم ساعتين 3 ده انساه خالص. ده هيخلي مخك مش شغال بالكفاءه اللي انت محتاجها. يعني لو الامتحان فضل عليه 10 ساعات فانت تشرب كوبايه قهوه وتطبق وتروح مطبق، فانت هتروح بتلت مخ مثلا. لا، نام ال8 ساعات كلهم، ال4 ساعات الباقيين دول انت هتجمع فيهم عدد لا باس به من النولج او المعلومات. فنام كويس، كل كويس، اشرب كويس، العب كويس، خد بريك كويس. ما تعيش نفسك تحت ضغط وهي الدنيا فانيه، يعني مش اخر الدنيا الامتحان ده. بص يا صاحبي، المذاكره مش مرهقه لو انت اتعلمتها صح وطبقتها صح. لو انت لسه مش شغال ببلان اعمل اللي انا قلت لك عليه او البلان اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده وجربها، مش هتخسر حاجه. وخليك متاكد ان انت مش لوحدك في المشكله دي. وخلينا ما نقولش عليها مشكله، خلينا نقول عليها نقطه ضعف شغالين عليها. لو وصلت لغايه النقطه دي للفيديو فحابب اشكرك اولا على صبرك معايا. قول لي رايك لو انت بتتبع ميثودولوجي او منهجيه معينه في المذاكره وحاسس انها فعاله معاك، يا ريت تشاركها معانا في الكومنتس. ولايك وسبسكرايب بقى عشان خاطر، ولا اقول لك بلاش، ما بحبهمش. اشوفك الفيديو جاي.